ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. اكلتنا النهارده عملناها قبل كده بس عملناها في طاجن في الفرن. النهارده هنعملها على البوتاجاز عادي كده. لسان العصفور باللحمه بطريقه سهله ولذيذه، وانا متاكده انها هتعجبك قوي. ولو عجبتك طريقتي اعملي لايك وشير واشتراك في القناه بتاعتي. ويلا نبدا. اولا نص كيلو لحمه. انا جبت لحمه حمرا خالص وقطعتها مكعبات بالشكل ده، وهنحطها في طاسه فيها زبده على زيت، معلقه زبده ومعلقتين زيت. ولما يسخنوا قوي هنحط اللحمه وهنبدأ نحمرها من كل ناحية كده تاخد صدمة، ونضيف لها التوابل بتاعتها. طبعا لاحظي ان احنا مش هنحط الملح دلوقتي علشان ما تتأخرش في السوى. قلبت بقى اللحمة كده على كل ناحية، وبعدين حطيت ورقتين لورا مع حبهانتين مع نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة توابل لحمة. دي كل الاضافات بتاعتنا. قلبت بقى كده شوية، وبعدين حطيت بصلاية متقطعة مكعبات، بصلاية وسط مش كبيرة، متقطعة مكعبات، وثلاث أربع فصاص توم متقطعين شرايح صغيرين. وقلبتهم كويس لحد ريحة التوم ما تطلع كده، وبعدين ضفت طماطمتين وسط متقطعين مكعبات، وقلبتهم لحد اللحمة ما تبقى بالشكل ده كده. هنبدأ نضيف لها المية بتاعتها. طبعا المية اللي هنضيفها هتكون سخنة. حطيت كوباية وغطيت بقى اللحمة وسبتها كده تتشرب ميتها، وبعدين بدأت أحمر لسان العصفور لحد اللحمة ما تستوي. دول كوبايتين لسان عصفور في معلقة زبدة ومعلقة زيت، وتحمّريهم ولاحظي إن هُم ياخدوا لون دهبي حلو كده، لإن بعد التسوية يعني لسان العصفور بيبقى لونه أفتح شوية، فلازم الدرجة بتاعته تبقى حلوة بالشكل ده كده. حمّرناه وبعدين نزّلته. لمّا نزّلته بقى نقلته من الطاسة اللي حمّرت فيها علشان السخونة ما تزوّدش السِوَى بتاعه، ممكن يتحروق مننا. نقلته بقى في طاسة برّه كده وركنته دلوقتي، وشُفت اللحمة. اللحمة اتشرّبت الكوباية الأولانية، حطيت لها كوباية مَيّة كمان برضه تكون سخنة، وغطيتها وسِبتها شوية، لحد بقى ما اتشرّبت المَيّة بتاعتها ودخلت في السِوَى. بدأت أحُط لها الملح، حطيت لها معلقة ملح صغيّرة وقلّبتها، وبعدين بقى طلّعت ورق اللورا والحبّهان منّها، وضِفت اللحمة لسان العصفور، وحطيت لهم كوبايتين شوربة سخنين. ولو ما عندكيش شوربة طبعًا حُطّي مَيّة مع مكعب مرقة. حطيت بقى الشوربة كده وضفت لها نُص معلقة توابل لحمة ونُص معلقة ملح، وغطيتها بقى تسويته زي تسوية الرز العادي. اتشرّب بقى الشوربة بتاعته أهي. وطّيت عليه بقى وسِبته ي يكمّل التسوية بتاعه لحد ما بقى بالشكل ده. طبعًا الطريقة دي أسهل وأسرع بكتير من اللي عملناها في الفرن، وفي نفس الوقت طعمة ولذيذة جدًا. قدّمي جنبها بقى أي طبق خضار كده أو حتى طبق سلطة كفاية. أنا بقى غرفتها في طبق للتقديم وزيّنتها بالبقدونس كده على الوش بالطريقة دي. اللحمة بقى مستوية كويس أوي، ولسان العصفور لذيذ وحلو وتغيير عن الرز، وبألف هنا. ولو عجبتِك طريقتي اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.